السلام عليكم. عاملين يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم يا جماعه. الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي هتشوفها في حياتك باذن الله. وده لان الفيديو فيه 7 حاجات لو ركزت عليهم ان شاء الله هتجني ثمار تعبك في الكليه، واحنا عايزينكم احسن مننا بمليون مره باذن الله. ربنا يكرمكم طول سنواتكم الدراسيه، واعرف ان دي مش النهايه بتاعتك، لا دي بدايه سلسله من النجاحات المتتاليه اللي هتحققها باذن الله. اول نصيحه ويمكن دي كنا ممكن نخليها السادسه بس قلت ابدا بيها، وهي فكره بناء العلاقات. انت داخل الكليه للاسف في مثل كده مشهور كبير قوي بيقول لك ان اصحاب الكليه اصحاب كليه، بس اللي انت ما تعرفوش ان اصحاب الكليه دول هم بجد اللي هيكملوا الرحله، والله العظيم. لان صحاب الثانويه هيبقوا موجودين بس دول تحس ان هو الجذر بتاعك، لكن فعلا صحاب الكليه هم اللي هيكونوا معاك في كل مواقفك الجايه. فحاول تبني علاقات كويسه مع الناس اللي انت داخل معاها، وهتكمل مش هقول لك سنه ولا 2 ولا 4، هتكمل معاهم سنينك الجايه. فابني علاقاتك صح. ولكن مهم جدا يا دكتور حسام ان حضرتك هتبني علاقات مش اي حد تصاحبه، مش اي صح. حد تصاحبه. صح. انت لازم تختار حد شبهك، حد مهتم بالصلاه، حد مهتم بالمذاكره، حد يقدرك انت شخصيا ويتمنى لك الخير من قلبه. لان في اول ايام الجامعه انت بتقعد تصاحب ده وده وده وده، صدقني، وهتلاقي صدمات منهم بعد كده. هتفلتر يعني انت كده في اول شويه، في اول مثلا شهر هتعرف مثلا وليكن 100 واحد، الشهر الثاني هيبقوا 30 20، فده طبيعي. هتخش اول شهر هتعرف كتير قوي، وهتبتدي تفلتر بقى الناس اللي فعلا هتكون مكمله معاك لاخر العمر. بالظبط، عشان في صدمات يعني. لا عادي، قابلناها هتشوف بنفسك، نسيبك تاخد الكتالوج بنفسك. تاني حاجه، حضرتك او حضرتك داخلين على مرحله جديده. مرحلة جديدة تتطلب منك موازنة ما بين المذاكرة، مش مطالب بقى ان انت تبقى دحيح الدفعة وتذاكر كتير جدا، ولا مطالب منك انك تلعب كتير وتنسى المذاكرة. انا بصراحة كان حياتي مشتتة او كده عادي، مفيش حد يومه مثالي 100%، بس انا بقول لك الطريقة اللي هي نفعت معايا، تمام؟ يا رب تنفع معاك. وانا كنت اول ما اصحى من النوم فعلا كنت والله بمسك مثلا النوتس بتاعه الموبايل، اعمل فيها تو دو ليست. حدد لنفسك كل يوم النهارده هذاكر الشابتر الفلاني مثلا وراجع عليه. خلاص خلصت وعملت صح، خلصت المهمات اللي عليك، ابدا بقى اخرج مع اصحابك بالليل، رفع عن نفسك. انا مش عايزك تكون قافل على نفسك للمذاكره بس، لا، مهم جدا اللي انت تاخد بريك كده وتهتم بصحتك النفسيه عشان تقدر تكمل، خصوصا لو انت داخل على كليه طبيه هتستنزفك اصلا نفسيا من غير اي حاجه. يعني احنا بجد يا جماعه قبل ما نتخرج كنا كل يوم اول ما اصحى كده اتفق معاك احنا هنذاكر كذا كذا، خلصناها احنا الاثنين كنت اتصل عليك برضو بالليل تعالى نخرج مثلا ايه السينما كانت اكتر حاجه بجد 24 ايا كانت يعني الاكتيفيتي اللي هنعمله، بس عشان نرفع عن نفسنا. تالت بقى واهم حاجه هي حاول ما تدخلش تايه. عارف يعني ايه حاول ما تدخلش تايه؟ يعني حضرتك لو دخلت تايه هيبقى كل هدفك انك تخلص سنه اولى، تخلص اولى يبقى كل هدفك تخلص ثانيه، تخلص ثانيه يبقى كل هدفك تخلص ثالثه، تخلص ثالثه يبقى كل هدفك تخلص رابعه، تخلص رابعه تتخرج. اتخرجت تايه، انا مش عارف اعمل ايه. يبقى دخولك تايه يخليك تتخرج تايه، لان حضرتك لو عارف طريقك كويس قوي ومحدده هتفهم انك المفروض طوال سنوات دراستك في حاجه انت شغال عليها بتقوي فيها السي في بتاعك عشان لما تتخرج تشتغل بيها. يبقى طول ما انت حضرتك اثناء الدراسه في حاجات انت المفروض تكون شغال عليها، وده بيعتمد ان حضرتك تكون محدد مسارك. فتحديد مسارك ومعرفتك لهويه الكليه اللي انت فيها ورسمك لطرق ما بعد التخرج مهم جدا، لان في حاجات انت هتشتغل عليها وحضرتك بتدرس عشان لما تتخرج تبقى خلاص عارف مسارك ومش متخرج تايه، عشان لما تتخرج يبقى خلاص معاك سي في قوي وعارف طريقك هتشتغل فين وامتى. وطبعا دي بتختلف من كليه للتانيه. يعني احنا مثلا في الكليات الطبيه بتبقى عايز تحضر معادله تبقى عارف مثلا طرق او مصادر مذاكره المعادله، تبقى عارف مثلا تكلفتها الماديه فبتحضر اثناء سنوات دراستك. يعني تختلف من كليه للتانيه. طبعا لو انت في كليه طبيه ومعانا في كورس اعداد وتاهيل للكليات الطبيه فانت مش محتاج انك تكون تايه في الحته دي، لان في جزء الكارير بودكاست خش هتلاقي كليتك متكلمين بالتفاصيل عنها مع حد متخرج من كليتك ومجاوبك على كل الاسئله اللي انت هتبقى عايز تسال او اللي انت هتكون عايز تعرفها. فرجاء ما تهملش الجزء ده من الكورس عشان الجزء ده مهم. عارف في 6 اجزاء تانيين، ولكن برضو الجزء ده مهم جدا عشان زي ما قلت لك تبقى داخل فاهم وخارج فاهم، وتبقى عارف هتشتغل على ايه اثناء سنوات دراستك. فلو حضرتك في كليه طبيه بمعنى طب، صيدله، تمريض، علاج طبيعي، اسنان، علوم صحيه تطبيقيه، وبيطري، ومعهد فن صحي، الكليات دي بس يا جماعه هي اللي معانا. ادخلوا كلموا التيم بتاعنا، هتلاقوه في الوصف في اول تعليق. اول ما تبعت لهم رساله هيردوا عليك في نفس الدقيقه بتفاصيل تاسيس في كل مواد كليتك، وعاملين مفاجاه النهارده لاي حد هيبعت لنا باذن الله. رابع حاجه عايز اقولها، اللي انت حضرتك دخلت مرحله جديده،
هتسمع بقى تقول لك ده ذاكر بالطريقه الفلانيه، ده ذاكر بالطريقه الفلانيه، واحد يقول لك ذاكر عن طريق الكتابه، واحد يقول لك ذاكر. انت هتقعد تكتب ايه ولا ايه؟ انت داخل كليه مش شرط تكتب كل حاجه بقى، هتاخد منك وقت كبير جدا. بالظبط. تمام. تاني حاجه هتلاقي ناس بتذاكر بالهايلايتس مثلا، تعمل بالهايلايتر كده على الحاجات المهمه دي، برضو طريقه كويسه. هتلاقي ناس بتذاكر بمجرد النظر، فعلا في ناس كده. هتلاقي ناس بتذاكر بستيكي نوتس، تجيب ستيكي نوتس كده وتلزقها بالمعلومات المهمه. المهم انت هتقعد تجرب كل الطرق وتشوف ايه الطريقه اللي تناسبك انت. صدقني كلنا مختلفين في طرق المذاكره، مفيش حاجه اسمها دي افضل طريقه مذاكره ليا، اللي يناسبني ما يناسبكش. بالظبط، لان بتختلف نوع الذاكره من شخص للتاني. يعني انا على سبيل المثال اقوى ذاكره عندي هي الذاكره البصريه، فكنت بحتاج اذاكر اي حاجه تكون بالرسم، زي مثلا في الاناتومي او التشريح كنت بحتاج ان انا اكون شايف مش سامع او مش كلام، لا كنت محتاج مثلا حد يشرح لي على رسم او خلافه. خامس حاجه، واسمحوا لي معلش هتقل في العلاقات، ولكن خامس حاجه العلاقات، ولكن مش زي اول نصيحه العلاقات باصحابك، اقصد العلاقات العاطفيه. طيب انت عندك انواع العلاقات 3 حاجات، يا ارتباط يا خطوبه يا جواز. وانا مش بتكلم هنا على الارتباط تماما، لان انتوا عارفين خطوره الارتباط وحرمانيته، مش هتكلم معاكم في النقطه دي، انتوا كده كده مدركينها كويس، فمهما اتكلم فيها انتوا عارفينها. انا هتكلم معاك عن العلاقات، سواء انك عايز تخطب او عايز تتجوز اثناء الدراسه. بص، خطوبتك او جوازك اثناء الدراسه، حتى لو كنت انت شخص مقتدر ماديا، اهلك مثلا هيساعدوك، او انت شخص مقتدر ماديا شغال فمعاك مثلا مصدر دخل، بيبقى سلاح ذو حدين. ممكن يكون سلاح قوي يحفزك انك تشتغل وتجيب اخر عشان انت راجل هتتجوز وي وي وي، وممكن يكون سلاح عكسي، بمعنى ممكن لا قدر الله ما يحصلش نصيب، وده ياخد من وقتك بقى وجهدك وتفكيرك ويعطلك عن كل اللي جاي. فهو ممكن يكون حافز ليك وممكن يكون معطل ليك. طب الافضل ايه بقى؟ الافضل تخليك في السليم، تخلص او الاول السن السعي بتوعك اللي هو سنين الكليه، وتبتدي تبص على الاقل لو ربنا وفقك وكرمك وجوازتك كانت ناجحه بعد التخرج، انت كده كده تمام، كل فل، وهيبقى برضه حافز ليك. لم توفق وحصل اي دروب بعد التخرج، يبقى خلاص حتى لو تعطلت شويه ما يكونش في وقت انت فيه بكل سعيك او انت محتاج فعلا مجهودك. سادس نقطة أنا شايفها مهمة بصراحة، هو إن تعمل حاجة أو تتعلم مهارة معينة إلى جانب الدراسة تفيدك فعلا في مستقبلك وتفيدك في حياتك الواقعية. بمعنى أنت شخص دلوقتي مثلا بطولك أو في ناس معتمدة عليك أو أيا كان، أنت لازم تتحمل المسؤولية، ما يبقاش حياتك كلها دراسة بس. في شوية مهارات حرفيا أنا شايف الشباب اللي بيدرسوها حاليا، أنا برضه حاولت فيها كتير والحمد لله وصلت لمستوى متوسط إلى حد ما، بس مهارات بتجيب دخل كويس يساعد في الدراسة عشان نخفف على الاهالي او ايا كان. زي ايه مثلا؟ زي مهاره مثلا الجرافيك ديزاين، حاجه بسيطه جدا. زي يتعلموا الاي اي مثلا، حاجات متعلقه بالميديا باينج والماركتنج، الفيديو اديتنج والمونتاج وهكذا. في حرفيا مهارات كده لو دخلت عليها، شوف انت بتقعد تجرب كذا حاجه، تشوف المهاره اللي انت كويس فيها واللي انت حاببها واللي تقدر تجيب لك فلوس الى جانب الدراسه وتتعمق فيها باذن الله، وتبقى فتحه خير عليك. سابع واخر حاجه، وهي فعلا الختمه، وانا بحب اختم بيها لان هي ممكن تكون من اهم الحاجات اللي هنقولها، الا وهي ان نجاحك ووصولك لهنا الكليه اللي انت فيها، او عدم وصولك للكليه اللي انت كنت نفسك فيها ودخلت كليه تانية، الاتنين دول مش اي حاجه، يعني لا يعنوا اي حاجه. انت راجل نجحت ودخلت كليه طبيه، انت هنا لا شيء لسه. انت راجل لم توفق ودخلت اي كليه مثلا تانية غير اللي انت كنت حاببها، فانت برضو لسه. يعني انتوا الاتنين حاليا سواسيه. السباق الحقيقي بدأ من هنا، انتوا الاتنين لسه على اول الخطى، انتوا الاتنين لسه محدش فيكم اشتغل مثلا وبقى عنده سلسله حاجات او بقى ناجح في مجاله، انتوا الاتنين لسه في اول المجال. فلازم تكون مدرك ادراك تام سواء كنت هنا او هنا، انك لسه في اول المجال. يعني دلوقتي السباق الحقيقي، يعني دلوقتي اللي المفروض تطلع جهد، مش انك خلاص دخلت كليه مثلا كويسه فخلاص انا كده مش عايز اطلع جهد، او انك ما دخلتش كليه كويسه فخلاص انا كده كده. لا، ده الوقت فعلا بتاع الجهد الحقيقي، فلازم تكون مدركين الادراك ده، اللي هو دلوقتي بدايه السباق الحقيقي. والمكان اللي ربنا سبحانه وتعالى حطك فيه مهما كان، هتعرف انه الخير ممكن ما تكونش مدرك ده دلوقتي، ولكن بعد ما تتخرج وتتميز في مجالك وتبقى التوب حرفيا في مجالك، لا هتعرف ان ده الخير ليك. ولو تلاحظ في كل البودكاست اللي عملناها مع كل الكليات، لا سألناهم لو رجع بيك الزمن هتدخل الكليه دي تاني ولا لا؟ قال لك ايه؟ بعد ما اتخرج واشتغل وربنا كرمه، كلهم قالوا لو 1000 مره هختار الكليه دي، مع انهم في الاول ما كانوش حابينها. مش نصايح قد ما هي خلاصه تجارب، حاجات كتير احنا مرينا بيها فحاولنا ننقلها لكم. ويا رب دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم بينا، واحنا بنحبكم في الله. السلام عليكم.